بيبدأ الفيلم باتنين بيحتفلوا بعيد جوازهم وبيخش عليهم واحد كده وبيقول لهم انا جعان وبيروحوا ياكلوا وبره بيكونوا بيوزعوا اكل على الناس الغلابه والكهربائي بيقول للميساء اللي شغاله في المكان انا راجعت الكاميرات لقيتها فل بس المشكله في الراوتر هباجي بكره واعمله وبتقول له خلاص لما تيجي بكره هحاسبك وبتدي له صدقه جاريه ولسه هيمشي صاحبه صيحه بيقول له لا 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 اكل وبيروح ياخد كيسين وبنلاحظ انه تلم شويتين وفي الشارع التاني بيكون في فرح وبنتعرف على كريم العازف والرسامه ولاء والحاجه نجلاء وبنعرف انهم حراميه باصول وبيقعدوا يلقطوا رزقهم ونجلاء مره واحده بتقول يا لهوي المحفظه بتاعتي وقعت وفي حد بيسالها يا فاكهه وبتقول له ايه 700 جنيه حق علاج بنتي وبيلموا من بعض وبيدوها الفلوس وسحب بيطلع على المسرح وبيلقط كمان رزقه من رقبه العروسه وبيمشي وبتكتشف بعدها انها اختفت وبتروح تقول لابوها وبيطلع على المسرح بيقول شبكه بنتي اتسرقت ومحدش طالع من الفرح غير لما يتفتش وبيبقى نجلاء وولاء خايفين لحد يعرف انهم سرقوا منهم حاجات تانية وفي عربيه كده بتيجي وبينزل منها بطل الفيلم دياب وبيقول له ابو العروسه ايه النور ده كله انت واخد تصريح بالكلام ده من الوزاره وبيفتكروا الظابط وبيقول له ايوه ودياب بيلمح نجلاء وولاء وكريم وبيقول هاتولي الكلاب دوم وبيركبوا العربيه وبيروح يسوقهم في الباقي وبنعرف ان دي بنته وده ابنه ونجلاء مراته وبيقول لهم يعني لو انا ما لحقتكوش كنت زمانكم في الحبس دلوقتي وانا هيجي لي خبر من ساحه الايه هيقول لي مراتك وعيالك بيسرقوا في الفرح وبعدها بيدور فيهم الضرب وبنروح عند سيحه وبيقابل بقوله معدي وبيساله على مكان دياب وبيقول له انت عاوز تدخله القصر اللي كنا فيه طب ما انا اهو وبيقول له لا ده انت كل مره بتخرب الدنيا ودياب بيروح لبقله وبيقول له اركب وساحه القاحه بيقول شكلك لسه مخلص السرقه اللي مراتك ما هشتكاها امبارح وبيقوم دياب موقف المكنه وقايل له مراتي خط اسود علشان الاحمر والاسمر خلصوا وما بيبقاش عارف يرد وبعد ما يمشي بيقول له انت فاكرني خايف منك وبيروحوا الفيلا وبيكون دياب مندهش من الفخامه وبيسال بقله القفل اللي قاعد هناك ده هو صاحب الفيلا وبيقول له صاحب ايه يا عم ده السواق وبيستغرب وبيقول له سواق ازاي ولابس بدله وبيشرب مانجا وبقله بيقول له خد التقيله بقى بيقبض 10000 جنيه وبيساله وانت وبيقول له 1000 نايه ودياب بيقول له امشي وبيلمح واحده عماله تعزف وبيقول مش ده البيانو الابيض وبتبدا تجيله فكره كده مش ولا بد وبيخلصوا وحسين السواق بيدوم القبض وبيقعد يهزر ودياب ما بيبقاش طايقه ولسه هيضربه ميساء بتنادي عليه وبيقول له على في عملك انت كاتب لك عمله دي وبتطلع ليلى صاحبه البيت عشان حسين يوصلها للمكان اللي هتروح وبالليل ودياب وهو مروح بيقابل ابو العروسه وبيقول المبوظات اهو وبيطلعوا يجروا وراه لحد ما بيدخل بيته وفي الاخر بيكتشفوا انهم كانوا بيدوروا على سيحه عشان الكاميرات جابته وهو بيسرق الشبكه وما بيكونش دياب مصدق انه فلت منها وبالليل بيقعد مع نجلاء وبيقول لها ما عادش في سرقه تاني وبتقول له طب هناكل ازاي وبيقول لها هننصب وبتضحك وبيقول لها لا ده هتبقى نصبايه شريفه عشان ناكل منها لقمه حلال والخطه هتتقسم لجزئين الف وباء الف هتبقى كالاتي اول ما حسين السواق يطلع من العربيه هنحط له مواد مخدره في الشنطه وفعلا ليلى وجوزها احمد بيعرفوا وبيقرروا يجيبوا سواق جديد والخطه بقى ان اول مشوار هتروحوا ليلى بالعربيه وتمشي لوحدها تيجي ولاء وتمد ايدها في الشنطه بتاعتها وتاخد مفتاح العربيه في وسط ما نجلاء بتخيلها وتركب مع كريم الموتوسيكل وتحدف المفتاح لدياب وكل حاجه بتمشي بالتفاصيل وبتيجي ليلى تطلع المفتاح وما بتلاقيهوش ودياب بيروح لعندها وبيقول لها في حاجه ولا مدام وبتقول له المفتاح بس وقع وبينزل يدور معاها وبيقول لها على فكره انا اوبر لو عاوزين اوصلك وبتشكره وبتركب العربيه ودياب بيكون فرحان علشان تاجرة العربيه ما راحتش على الفاضي وبيوديها الفيلا ولسه هتنزل من العربيه بيحط لها المفتاح في الشنطه وبيقول لها يلا عاوزه حاجه وبتقول له استنى ثانيه واحده وبتمد ايدها تطلع الفلوس بتلاقي المفتاح وما بتبقاش مصدقه ودياب بيقول لها سبحان الله الفلوس الحلال ما بتروحش وبتقول له خد الفلوس دي ودياب بيقول لا انت بتهزري عيب والله وبيمشي ومحدش بيهتم وبيقول يا ريت خدتهم واحمد في الاخر بينادي عليه وبيقول له ايه رايك تشتغل معانا ودياب بيقعد يعمل شويه صعبانيات وبيقول له خلاص من بكره تعالى استلم شغلك وبيروح البيت وبتكون كل العيله بتحتفل بيه وعماله تغني له وتاني يوم بتكون نجلاء بتعمل له بطاطس بطبيخ وبتقول له بسم الله ما شاء الله كلك فان تيزل وبيقول لها تيزل وبيبداوا يشيكوه ويحفزوه وبيروح الفيلا وبيقابل احمد وبيديله مفتاح العربيه وبيكون رايح مشوار فهما ماشيين دياب بيقول لعلمك يا استاذ احمد لازم الريفايفر مننا واحمد بيقطع بيقول له لازم السواق ياخد باله من المطب واحمد بيساله هو اتعلم ايه من الحياه ودياب بيقرا من الورقه اللي نجلاء مديها له وبيقول له الحب التقدير كل اسره اشتغلت معاهم سبت في قلوبهم المحبه الحنيه الموده اوعى تنسى تجيب كيلو برقوق واحمد بيقول له برقوق وبيحاول يتوه في الموضوع لحد ما بيوصلوا البيت ودياب بيلمح مايسترو عمال يدرب بنت صغيره على العزف وبيروح يسال ليلى وبتقول له دي بنت دينا بتتدرب عشان وراها مسابقه ودياب بيقول ياه لما كنت شغال مع الرفاعي باشا كان عنده ابن كده اسمه كريم عزف ولا اروع عارفه لو الواد ده درب بنتك مش بعيد يخليها بارتوميليو والمايسترو بيجي وبيطلب من دياب انه يوصله وبنلاحظ انه تلم وتنك في نفسه شويه وبيقعد يقول له بص يا ابني يا دياب الصوابع دي انا بهتم بيها اكتر ما بهتم
مراتي. وفي الاخر بيوصلوا والمايسترو لسه هينزل، دياب بيلاحظ انه ايده بين الباب وبيقفل عليها وبيفرمها له، وبينزل يقول له لا 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 لا، وبيطلع ايده وبيفتح الشنطه وبيلاقي الايد التانيه ساندها وبيقول يلا هي جت عليها وبيشيلها له. وبالليل بيجي له رنه من احمد وبيكونوا عارفين انه بيرن علشان كريم يروح بدل المايسترو. وفعلا تاني واحد يمد رجله في الفيلا هو كريم، وبيقابل هناك دينا وبتكون كده شكلها واقع، وبيخلصوا وفي وسط ما ليلى بتشكره بيجي ابنها يوسف وبيقول لها ايه رايك في الرسمه دي، وكريم بيقول لها الواد ده شاطر بس محتاج حد يوجهه، وبتقول له فعلا، وبيبص نفس البصه الشيطانيه بتاعت ابوه، وبيروح البيت وبيعرفهم ان ولاء هتنضم معاهم وهي اللي هتعلم يوسف الرسم، وبتبقى متوتره وبتكون تالت واحده تمد رجلها في الفيلا وتخش البيت، وبتتعرف على يوسف وبتكون جايبه له لعبه وبتبدا تعلمه وبتمشي الامور. كريم يعلم دينا البيانو وحاجه تانية، وولاء تعلم يوسف الرسم وبتقعد مع الرائد فخر. وفي اخر اليوم ليلى بتطلب من دياب يوصل ميساء وكريم وولاء، وفعلا بيوصل ميساء الاول، ولسه هتدخل من باب العماره بتلاقي قدامها قطط وبتقعد تصوت، وبنلاحظ كده انها عندها حساسيه من القطط. ودياب بينزل ياخد ورقه الروشته بتاعتها وبيقول دلوقتي اقدر اقول لكم ان امكم معاكم في الفيلا وهنبقى فاميلي بيزنس. وتاني يوم بيدي خطه وهي كالاتي، ان اول ما ليلى توصل وتيجي ميساء تاخد منه الطلبات يقوم رمى عليها شعر القطط، وبتقعد تعطس، وليلى بتقول لدياب هي مالها، وبيقول لها الله اعلم. فوهي بتعمل شوبينج دياب بيقول لها انا عاوز اعترف لك بحاجه، ميساء وقعت منها ورقه الروشته دي، ورحت للدكتور قال لي ان دي ادويه جرب وانا خايف على يوسف لا يتعدي منها. بس ليلى بتقول له لا دي مش للجرب دي للحساسيه، وهي قايله انها عندها حساسيه من القطط. ودياب بيقول لها ماشي احنا عندنا قطط، وفي الفيلا ولاء بتحط لها نقط من قطه كانت شاربه من نفس العصير، وبتشفطوا على بق واحد، وليلى ودياب بيجوا وبيلاقوها عماله تتهرش وما بتكونش مصدقه. ودياب بيقول لها دي اخر مرحله وابنك لحمه صفرة يعني عليه تعيدي بسهوله، انا سايب لك الامر وماليش دعوه. وبيروح يفسح احمد وبيديله كارت كده وبيقول له ده لو احتجت موظفين عماله يعني. وتاني يوم بتكون نجلاء تاني واحده تحط رجليها على بيت الفيلا، وليلى بتستقبلها وبتعرفها على البيت، وبره الرائد فخر بيطلع يعاكس ولاء قدام ابوها وبيقعد يضربها ببيبان العربيه بس هي ما بتهتمش. وبعد ما يمشي بيقول لها ايه قاعده مفكره نفسك باربي كابي يا بنت الكلب. وبنخش جوه وبنلاقي ليلى بتتخانق مع احمد علشان ما بيهتمش بيهم، وبيقول لها طب ايه رايك نسافر يومين، وليلى بتفرح وبيجهزوا الشنط وبتوصي نجلاء على البيت، وبيكون دياب في قمه فرحه، وبتخش نجلاء تقفل الكاميرات وبتبدا ولاء تتاقلم مع الهدوم، وبقيه العيله بيعيشوا الحبه اللي فايضين لهم من الحياه. وبيطلع دياب يعيش ساعه رومانسيه مع مراته نجلاء، وبعد شويه الحته بتشتي وبيكونوا قاعدين قاعده ما يحلموش بيها، وفجاه الباب بيخبط وسحا بيرن على دياب وبيقول له افتح انا اللي بخبط، وبيخافوا ودياب بيقول لهم استخبوا، وبيروح يفتح له الباب وسحا بيخش وبيقول له الله مش تعزمني معاك في العز ده. ودياب بيقول له عز ايه يا ابني انا جاي هنا اشتغل اكل لقمه حلال، وبيقفش مراته وعياله وبيقول له الله يا ترى بقى الناس اللي انتوا شغالين معاهم عارفين انكم عيله واحده وفين مكان الفلوس. وبيطلع يدور عليها ودياب بيوقفه وبيدور في الدار، وفجاه بتخش عليهم ميساء وبتقول لهم يا مساء الفل انا كنت جاي اسلم المفاتيح لحد ما شفت المنظر العائلي الحلو ده، وبتكون بتصور وبتقول ضغطه واحده هتروحوا كلكم في داهيه. ودياب بيقول لها خلصي عايزه ايه، وبتقول له انا جاي اخد بقيه حاجتي وامشي، وبتنزل تاخد حاجتها وبتتكعبل والدهب والفلوس بيقعوا، وكريم بياخد التليفون وسحب يلم معاه الفلوس وبيلاقيها ما بتتكنش وبيديها واحده بينامها على الارض. ودياب بيقعد يقول له عملت كده ليه، وبيقعد يضرب فيه لحد ما ليلى بترن على نجلاء وبترد عليها وبتقول لها الرحله اتلغت وجهزي الاكل عشان كمان شويه جايين، وصحيح الكاميرات فاصله ليه، وبتقول لها علشان الحته بتشتي باين، وبتقول لها ماشي وبتفصل، وبيقعدوا يعيطوا ودياب بيقول ولا لم السجاده وانت خد سيحه واربطه في البدروم، وانت يا نجلاء جهزي الاكل ومالكيش دعوه. وفعلا بيبداوا يعملوا كل حاجه، وليلى واحمد بييجوا وبيخشوا البيت وبتكون كل حاجه اتظبطت، فهم بياكلوا. يوسف بيطلب في عيد ميلاده بكره يعزموا المدرسه بتاعته ولا، ودينا بتبعت لكريم عشان يجي هو كمان، وليلى بتطلب من نجلاء تجهز لعيد ميلاد، ودياب وولاء وكريم بيطلعوا من الفيلا وبيوصلوا بيتهم وبيكون اتغرق من المطر. وتاني يوم بيوصلوا لعيد ميلاد، ودياب بينزل يشوف سيحه بس ما بيلاقوش في البدروم، ونجلاء بتخاف اكتر، ومره واحده جثه ميساء بتقع من فوق وبيكون اللي موقعها سيحه، ودياب بيرمي جنبها التليفون وما بيلاقوش يوسف وبيكون اتخطف، ودياب بيروح لواحد من اصحاب سيحه عشان يعرفوا مكانه وبيرشدوا عليه، وبيبعت اللوكيشن لاحمد وبيروح للمكان وبيقول له بص بقى انا معايا الدهب اهو اديهولك وتديني الولد ونمشي. وسيحه بيطمع حبه وبيقول له دهب ده الولد ده لو فصفصته كده ما يقلش عن مليار جنيه. ودياب بيتعصب وبيدور في الضرب تاني، وبيوصل احمد ولسه سيحه هيموته، دياب بياخد الضربه مكانه وبيجي فخر وبيهدي الموضوع وبيمسكوا سيحه تلقيح، ودياب بيقول لاحمد انا عارف انك مش طايقني وعاوز تحرقني دلوقتي، بس ولادي كان نفسي اعيشهم عيشه حلوه وما كانش ينفع اقول لك اننا عيله واحده.
واحده، علشان لو حد فينا غلط يبقى السيئه بتاعته والحسنه بتاعته. وصحيح ده الدهب اللي ميساء كانت سرقاه واتقتلت عشانه، واحمد بيقول له لا 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 خليهولك مش عاوزه، بس ديان ما بيوافقش واحمد بيسامحه، وبعد كام شهر بيتاقلموا على الوضع وكل حاجه بتمشي بالمظبوط. بس كده، لايكك واشتراكك وما تنساش متابعتك الجميله على الانستا. جود باي.